قبل ما نبدأ فيلم النهاردة ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. ويلا بينا نبدأ عظمة النهاردة. بيبدأ الفيلم في واحد من المطاعم الكبيرة والفخمة مع مساعد اسمه الشيف سمير، وهو بيشرح لطاقم الطباخين يعملوا ايه ويقطعوا الخضار ازاي بالطريقة اللي بيحبها الشيف ستيف علشان يخرجوا الأكل زي ما هو عايز. وبنعرف ان سمير بيساعد الشيف ستيف بس في تقطيع الخضار وتجهيز الأطباق، لكن عمره ما طبخ بإيده. وبعد ما بيخلصوا شغل بيروح سمير علشان يقابل بنت متقدم لها للجواز، وبيحكي لها عن شغله وانه مساعد شيف، لكنها بتقلل منه لانه هو مش الشيف، وبتقوله انها كانت فاكره انه هو صاحب القرار الاول والاخير في المطعم. لكن سمير بيقول لها ان الشيف ستيف هو صاحب القرار لانه شريك في المطعم. وساعتها البنت بتقوله انهم لو هيتجوزوا فمامتها هتعيش معاهم، وبتشترط عليه كمان انهم يخلفوا اطفال كتير، وطبعا مش بيتفقوا مع بعض. وسمير بيحس انها مش مناسبه ليه وبيسيبها وبيمشي. بعدها بيرجع على المطعم مره تانية وبيتكلم مع بنت شغاله معاها اسمها كاري، وبيكون في اعجاب من سمير ليها، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض عن الشغل. وبتكون كاري بتعمل حاجات بطريقه مش هتعجب ستيف، فبيقول لها سمير على الطريقه الصح اللي تعملها بيها علشان الشيف ستيف ما يتضايقش. واثناء ما هم بيتكلموا بيدخل ستيف وبيقول لهم ان المطعم بره زحمه ومحتاجين يخرجوا الاطباق بسرعه. وفعلا كل الطباخين بيبداوا يسرعوا وبيخلصوا الاكل بسرعه، وسمير بيساعدهم في تزيين الاطباق والتجهيزات. وفي اخر اليوم بيمشي سمير وبيركب تاكسي علشان يروح البيت. وسواق التاكسي من اول ما بيشوف سمير بيحس انه من اصول هنديه، وبيسال سمير وفعلا بياكد له. وساعتها السواق بيعرفه بنفسه ان اسمه اكبر وانه اشتغل فتره طويله في الهند وبالتحديد في مومباي. وبيسال سمير بيشتغل ايه، فبيقول له انه مساعد شيف. وساعتها اكبر بيقول له انه كان شيف قبل كده وعمل اكل لملكه انجلترا بنفسها، وكمان اشتغل في مومباي في مطاعم كتير وفي الاكل الهندي بالتحديد. لكن طبعا سمير بيكون مش مهتم بالكلام بتاعه ومش مركز معاه حتى، لحد ما بيوصلوا عند بيت، وهناك اكبر بيدي الكارت بتاعه لسمير وبيقول له يخليه معاه يمكن يحتاجه بعدين. وتاني يوم في المطعم بنشوف سمير وهو بيتخانق مع الشيف ستيف بسبب ان الشيف اختار ابن اخوه يكون هو الشيف الجديد. وسمير بيكون متضايق بسبب ان ابن اخو ستيف عنده 25 سنه بس، يعني لسه صغير في السن وما عندوش خبره. لكن ستيف بيشرح لسمير وبيقول له ان ابن اخوه عنده موهبه كبيره جدا، وبيعتذر لسمير وبيعرفه انه مساعد شيف شاطر جدا، لكن الطبخ بتاعه بيفتقد الروح والاكل بيكون مالوش طعم مميز، عشان كده مش هيقدر يختاره في المنصب ده. وساعتها سمير بيكون متضايق جدا وبيقول له انه هو اللي يستاهل المنصب الجديد. ولما بيلاقي ستيف مصمم بيقرر انه هيقدم استقالته وهيمشي. وفعلا بيقدم استقالته وبيروح علشان يلم حاجاته ويمشي. وهناك بيقابل كاري واللي بتكون متضايقه ان سمير هيمشي وبتحاول تقنعه انه يفضل معاهم، لكن سمير بيقول لها انه ما بقاش في حاجه يقعد عشانها، وبيعرفها انه هيمشي ويروح فرنسا وهناك اكيد هيلاقي شغل جديد. وبعد شوية بيرجع على البيت وبيقابل مامته اللي بتكون بتتكلم معاها على عروسة جديدة شافتها له بدل آخر عروسة اللي ما اتفقوش مع بعض، وبتفضل تقول له انها هتشوف له المرة دي واحدة هي اللي منقياها علشان يتجوزها. بس سمير بيفضل يقول لها انه مش مهتم بالموضوع ده دلوقتي وعايز يتكلم معاها في حاجة تانية، وبيكون عايز يقول لها انه قرر يسافر فرنسا وانه ساب الشغل. لكن مامته بتكون مش مدياله فرصة وعمالة تتكلم على البنات اللي شافتهم علشان يختار منهم عروسة، وده بيخليه يقول لها انه هيروح يتكلم مع باباه احسن، وبيسألها هو فين، فبتقول له في المطعم. وفعلا بيروح على المطعم وبيقابل اصدقاء باباه واللي بيكونوا قاعدين على ترابيزه طول اليوم علشان ما فيش عندهم مكان تاني يقعدوا فيه. وبيدخل المطبخ وبيسأل الشيف على باباه، لكن الشيف بيكون ما بيحبش سمير وما بيرضاش يقول له، فبيخرج بره وبيلاقي باباه بيستلم طلبيه لحمه جديده، وسمير بيسلم عليه وبيقول له انه عايزه في موضوع مهم. وباباه بيكون مش مهتم انه يسمعه ومركز بس انه يوزع ورق على الناس اللي ماشيين في الشارع بسبب ان المطعم على طول فاضي وهو عايز يملاه زباين. لكن سمير بيكون مصمم انه يتكلم معاه وبيقول له انه ساب الشغل وقرر يسافر فرنسا يدور على شغل في مطاعم هناك. وساعتها باباه بيتضايق وبيفضل يقول له انت طول عمرك عايش لوحدك وبعيد عننا، وخصوصا بعد ما اخوك الكبير مات والمفروض تكون معايا انا ومامتك. وبيفضل يتهمه انه فاشل ومش بيفكر غير في نفسه. لكن سمير بيتضايق وبيقول له انه على طول بيدخله في مقارنه مع اخوه اللي مات، والاتنين بيفضلوا يتخانقوا مع بعض لحد ما باباه بيتعب وبيقع على الارض، وعلى طول بياخدوه وبيروحوا بيه على المستشفى علشان يطمنوا عليه. وسمير وقتها بيحس بالذنب وبيقول انه هيقف هو في المطعم لحد ما باباه يخف ويكون قادر يرجع المطعم تاني، وبيقرر انه يؤجل السفر. وفعلا على طول بيروح على المطعم وبيكون مش فاهم طبيعة الشغل، واصحاب باباه بيكونوا بيتريقوا عليه وبيقولوا البعض انه مش متعود على الشغل ده واكيد هيفشل، وكمان المطعم بيكون فاضي طول الوقت وما فيش فيه حد. وبعد شوية سمير بيروح يزور باباه في المستشفى ويطمن عليه، لكن باباه بيكون اخد قرار انه هيبيع المطعم لان
لأنه مش بيكسب وفاضي طول الوقت. لكن سمير لما بيمشي من عنده بيفضل يدور في الصور القديمة، وبيشوف صور باباه لما بدأ المطعم ده، وبيشوف صور لأخوه الكبير اللي مات، وده بيأثر فيه وبيخليه عشان يكمل في المطعم ويشغله بأي طريقة. عشان كده بيقرر إنه يرجع المطعم ويتابع كل حاجة بنفسه، وفعلا بيعمل كده. لكن المشكلة إنه بيقابل زبونة عندها مشكلة في الأكل، وبتقول إن ده أسوأ أكل دقته في حياتها، وبتشتكي لسمير. وسمير بيحاول إنه يهديها ويعتذر لها، لكنها بتمشي من غير ما تحاسب بعد ما بتقول له إن التوابل زيادة والأكل طعمه وحش جدا. وساعتها بيدخل المطبخ علشان يقول للشيف يغير من طريقة الطبخ بتاعته، والشيف بيكون مش عاجبه توجيهات سمير وبيقول له إنه هيعمل اللي هو عايزه ومش من حق حد إنه يعلق عليه. لكن سمير بيقول له أنا صاحب المطعم ولازم تسمع كلامي. وساعتها بيقرر الشيف إنه يسيب المطعم وبيقول له أنا الشيف وأنا اللي بطبخ، ولو أنت شايف نفسك صاحب المطعم ابقى اطبخ أنت بقى للناس. وفعلا بيسيبه وبيمشي. وفعلا بيدخل سمير المطبخ وبيقرر إنه هو اللي يطبخ بنفسه، لكنه بيكون مش عارف مكان الحاجات اللي بيستخدمها فين، وبيفضل يسأل مساعد الشيف اللي جوه على نوع اللحمة اللي بيستخدموها ومكان التوابل، لكن بيكون مش عارف حاجة، وده بيخلي التوابل كلها تقع عليه وبيبهدل الدنيا. وساعتها بيقرر انه يدور على اكبر سواق التاكسي اللي اتعرف عليه وقال له انه هو شيف وطبخ لملكة انجلترا، وفعلا بيبدأ يدور عليه وبيجيب الكارت بتاعه لحد ما اخيرا بيقدر انه يوصل له. وبيوصل اكبر على المطعم وبيدخل المطبخ وبيبدأ يطبخ على طريقته الخاصة، وبيقول لسمير ان المقادير اللي بيستخدموها كلها غلط، وهي دي اللي مسببة ان المطعم ما فيش فيه اي زباين، والزبون اللي هيجي ياكل مرة مش هيجي مرة تانية ومش هيرشح المطعم لحد، وده اللي بيخلي المطاعم الكبيرة تنجح. وعشان كده بيبدأ يغير في المقادير والمكونات اللي بيستخدموها للأكل، وفعلا الموضوع بينجح وبيقدم أكل مختلف عن اللي الناس متعودين عليه. وسمير بيشوف رد فعل الناس بنفسه لما بيجيله 2 زباين ياكلوا وبيقولوا له انهم اتبسطوا وهيرشحوا المطعم ده لكل اصحابهم. ومن وقتها بيبدأ سمير يجيب الطلبات بنفسه لأكبر، وأكبر هو اللي بيطبخ في المطعم، لحد ما في يوم بيكون سمير بيجيب الطلبات من بره وبيتفاجئ انه بيشوف كاري بالصدفة وبيكون معاها بنتها الصغيرة، فبيقع بالعجلة من التوتر لما بيشوفهم. لكن كاري بتسأله بيعمل ايه هنا والمفروض انه سافر فرنسا، فبيقول لها على اللخبطة اللي حصلت وتعب والده وده اللي منعه من السفر، عشان كده قرر انه يقعد. ولما بتسأله على مكان المطعم وبيقول لها، بتتفاجئ انهم جيران وانها ساكنة في مكان قريب من المطعم، وبيتفقوا هما الاتنين انهم يتقابلوا مرة تانية ويقعدوا مع بعض. وبعد شوية بيرجع على المطعم وبيتفاجئ ان اكبر قرر يمشي ومش هيكمل، وبيكون سمير متضايق لان اكبر هو السبب ان المطعم بدأ يشتغل تاني. ولما بيسأله عن السبب بيقول له اكبر انه مش واخد راحته ومش عارف يطبخ على طريقته الخاصة، وحاسس انه ملتزم بقائمة طعام هو شايف انها مش حلوة ومش هتخلي المطعم ده يكبر ابدا. لكن سمير بيقول له انه هيوفر له كل حاجة محتاجها بس هو يقعد. وساعتها بيطلب منه اكبر انه يعدي عليه في البيت تاني يوم علشان يعرفوا يتكلموا مع بعض شوية. وفعلا بيعدي عليه سمير وبيقعد يتكلم معاه وبيقنعه انه يكمل شغل معاه، وفي المقابل هيسيبه يجيب الطلبات بنفسه ويختار المكونات والتوابل اللي عايزها. وفعلا بنشوف ان هما الاتنين بينزلوا بنفسهم على السوبر ماركت، واكبر بيكون ليه الحرية الكاملة انه يختار اللي هو عايزه، وسمير مش بيعترض على اي حاجة من اللي بيختارها. واكبر بيفضل يقول له ان التوابل الصح لو اتحطت بنسب مظبوطة هتخلي الاكل ده يكون ليه مذاق مختلف. ولما بيرجعوا على المطعم بيطلب اكبر من سمير انه يجرب يعمل مكونات بنفسه ويقف جنبه، وبيدي سمير التوابل، وفعلا سمير بيحط هو التوابل بنفسه وبيكون مبسوط انه بيشارك في المطعم. وتاني يوم بيروح سمير المطعم، ولما بيدخل المطبخ بيتفاجئ ان اكبر جايب فراخ صاحيه، وبيكون سمير متضايق وبيقول له ان لو حد من مفتشين الصحه عارف باللي بيحصل ده هيكون مشكله كبيره عن التعقيم ومعايير النظافه. لكن اكبر بيقول له انه مش فارق معاه حد يعرف ولا لا، وكل اللي فارق معاه انه يشوف الزباين مبسوطين ويقدم لهم اكل حلو. وبيقول له ان الفراخ الحيه بيكون طعمهم احلى بكتير من الفراخ المجمده، وده اللي هيخليه متميز عن باقي المطاعم. وسمير بيكون متضايق وبيقول له حتى لو قرر يعمل كده يبقى ينظف الريش من على الارض علشان ما حدش ياخد باله. وبعد شويه بيرجع على البيت وبيتفاجئ ان باباه بيتخانق معاه وبيقول له انه عارف انه رافض الشيف بتاعه وقرر يجيب سواق تاكسي يبقى هو الشيف. فبيقول له سمير ان الشيف بتاعه كان عايز يشتغل لوحده ومش عايز يسمع الكلام، وكمان ما كانش محافظ على معايير النظافه والمطبخ كان فوضى على طول، علشان كده قرر انه يمشيه. لكن باباه بيكون متضايق وبيقول له ان الشيف ده قديم معاه ومن الناس اللي مؤسسه المطعم، فبيقول له سمير يجي بنفسه دلوقتي ويشوف الزباين وهم مبسوطين من الاكل بعد ما الطريقه اتغيرت وبقى يتقدم لهم حاجه مختلفه. بس برضه باباه بيكون مش مقتنع ان سواق تاكسي يكون هو الشيف، وبيقول لسمير انه ممكن يكون بيضحك عليك وعمره ما طبخ في حياته. وساعتها سمير بيتضايق منه وبيقرر انه يسيبه ويمشي وبيروح على المطعم. لكن المشكله انه بيكون متاثر بكلام باباه وبيبدا يتكلم مع اكبر بطريقه وحشه، ولما اكبر بيقول له على تعديلات في الاكل بيتضايق منه سمير وبيقول له انه صدق انه شيف بجد
بجد، وهو في الحقيقة سواق تاكسي مش شيف، وده بيخلي أكبر يتضايق جدا. لكن سمير بعد شوية بيرجع وبيعتذر له وبيقول له إنه ما كانش قصده يتكلم معاه بالطريقة دي. وبعدها بيمشي سمير وبيروح يقابل كاري وبيفضل يتكلم معاها عن أحلامه وإنه كان نفسه يكون شيف كبير ويكون هو صاحب القرار الأول والأخير في المطعم. لكن حتى لما جات الفرصة كان في تريقة، وساعتها ستيف اختار شخص تاني وبيقول لها إن الفرصة جت مرة تانية في مطعم باباه، لكنه ما كانش عنده الجرأة إن هو اللي يطبخ بنفسه بعد كلام ستيف ليه إن أكله مش حلو، وقرر يجيب شيف تاني هو اللي يقود المطبخ. لكن كاري بتدعمه وبتقول له إنه شيف شاطر وفي يوم من الأيام اسمه هيكون موجود في كل حتة وهينجح زي ما بيتمنى. وساعتها بيطلب منها سمير إنها تيجي معاه على المطعم علشان تشوفه بنفسها، وفعلا بيروحوا هما الاتنين وبيكون قاعد صحاب باباه بس في المطعم وبيعرفهم على كاري، وبيدخلوا ياكلوا في المطعم وبيقضوا وقت جميل مع بعض هما الاتنين. وبعد ما بيخلصوا بيخرجوا يتكلموا مع بعض شوية، وبيفضل يقول لها إن نفسه يجدد المطعم ويغير الديكورات بتاعته علشان تكون مختلفة زي المطاعم الكبيرة. لكن المشكلة إن مش معاه فلوس، فبتقرر كاري إنها تعرض عليه إنها تساعده في الديكورات، وسمير بيفرح جدا وبيكون مش مصدق نفسه. وفعلا بيروحوا هما الاتنين على المطعم وبيبدأوا إنهم يجهزوا الديكورات والدهانات بنفسهم مع بعض، وبنت كاري بتكون معاهم وبيغيروا كل حاجة بنفسهم. وبعد ما بيخلصوا كل حاجة بيقرر سمير إنه يرجع لباباه ويقرب منه ويعتذر له على كل اللي عمله، وبيقول له إنه محضر له مفاجأة. وفعلا باباه بيقوم يروح معاه على المطعم، وسمير بيفاجئه بالديكورات والحاجات الجديدة اللي عملها في المطعم. لكن المشكلة إن سمير بيكون معلق كل الصور القديمة اللي فيها أخوه الكبير وباباه لما بدأ المطعم، وعلى عكس ما كان متوقع باباه بيتضايق من الديكورات وبيقول له إنه غير شكل المطعم اللي هو بدأه، وكمان حاطط صور أخوه اللي هتخليه زعلان طول الوقت كل ما يدخل المطعم ده وهو شايف صورته في كل مكان وهو مش موجود معاهم. علشان كده بيعرف سمير إنه قرر يبيع المطعم وهيشوف مشتري قريب ويخلص منه. وسمير بيكون متضايق إن باباه أخد القرار ده، لكن بيكون مفيش قدامه حاجة يعملها. عشان كده بيروح يشكر أكبر وبيقول له إنهم هيوقفوا الشغل مع بعض علشان المطعم يتباع. وكمان بيعرف كل اللي شغالين في المطعم إنه كان مبسوط جدا وهو شغال معاهم وبيعتذر لهم. وبعد شوية بيقرر سمير إنه يرجع لشغله القديم وبيتحايل على ستيف إنه يرجعه. ولما بيروح هناك بيتفاجئ إن كاري جاية علشان تبارك له وبتقول له إنها فخورة باللي وصل له، فبيسألها تقصد إيه، فبتوري له جريدة مكتوب فيها اسم المطعم بتاعه وإنه أخد 3 نجوم في التقييم، وكان ممكن ياخد 4 نجوم كمان لولا الديكورات اللي باين قوي إنها بدائية. وطبعا سمير بيكون مش مصدق نفسه إن المطعم بتاعه بقى مشهور وإنه أخد تقييم 3 نجوم، ودي تعتبر بداية كويسة جدا ليه. وعلى طول بيجري على المطعم بتاعه وبيتفاجئ إن في عدد كبير جدا من الزباين قدام المطعم والدنيا زحمة جدا، وعلى طول بيجري على أكبر علشان يقنعه إنه يرجع يشتغل معاه تاني. لكن أكبر بيقول له إن مهمته خلاص خلصت وبيطلب من سمير يعتمد على نفسه الفترة اللي جاية. فبيقول له سمير أنت الشيف وأنت اللي خليت التقييم يوصل ل3 نجوم. فبيرد عليه أكبر وبيقول له أنت صاحب المطعم وأنت اللي هتوصل التقييم ل5 نجوم، وبيعرفه إنه يثق في نفسه ويقرر يطبخ هو. وفعلا بيجري سمير على المطعم وهناك بيتفاجئ إن في عدد كبير جدا من الزباين قدام الباب، فبيدخل بسرعة وبيقول له أصحاب بابا إنهم لازم يساعدوه. وفعلا بيوافقوا وبيروحوا كلهم على السوبر ماركت، وسمير اللي بيشرف على الطلبات والتوابل وكل حاجة تخص الطبخ. وبيرجعوا بسرعة على المطعم وبيتفاجئ لما بيشوف كاري في المطعم وبتقول له إنها جاية علشان تساعده وتكون معاه في اليوم ده، فبيشكرها وبيبدأوا كلهم يجهزوا الطلبات بتاعة الزباين. وسمير لأول مرة بيكون هو المسؤول الأول والأخير عن كل اللي بيحصل في المطبخ، وبيفضل يشجع الفريق بتاعه ويحمسهم إنهم يشتغلوا ويخرجوا أحسن ما عندهم. وبنشوف إن المطعم زحمة جدا وفي زباين كتير مستنيين بره في الانتظار، وبيجي باباه ومامته بيكون معاهم المشتري اللي هيشتري منهم المطعم. لكن مامة سمير بتقول له إنها فخورة بيه وبكل اللي وصل له، وبتقول لسمير يقدم لهم أكل على ذوقه علشان يجربوا الطريقة الجديدة اللي شغالين بيها. وفعلا بيقدم لهم أكل وبيعجبهم جدا، وباباه بيقول له إنه عايز يقابل سواق التاكسي لأنه أكله فعلا مميز. لكن سمير بيعرفه إنه هو اللي عمل الأكل ده، وباباه بيكون مش مصدق وبيقول لسمير إنه فخور بيه جدا، وبيعرف المشتري إن الصفقة ملغية وإنه مش هيبيع المطعم خلاص وهيفضل فتحه ليه هو وابنه الشيف سمير. وسمير بيكون مبسوط جدا باللي وصل له وبينادي على كاري علشان تتعرف على عيلته، وهم بيرحبوا بيها جدا. ومامته بتقول له إنها أخيرا شافته ناجح في الحاجة اللي بيحبها، وكمان هيتجوز بنته هو اللي اختارها بنفسه من غير ما هي تفرضها عليه. وسمير وكاري بيعترفوا لبعض بحبهم هما الاتنين، وبيوعدوا بعض إنهم يفضلوا على طول مع بعض في المطعم وفي الحياة. ولحد هنا بيخلص فيلمنا النهارده، والسلام.